السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير على الجميع، مساء الخير عليكم الأحباب كامل، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. نحب نرحب بالمشتركين الجدد ونقول للمشتركين اللي راهم متابعيني من الأول مرحبا بكم. كما راكم تشوفوا جبت لكم كيكة تاع كل يوم، كيكة ناجحة 100%. نمروا مباشرة مع طريقة التحضير اللي نحتاجوا فيها. المكونات اللي راهي أمامكم، نحتاج 150 غرام تاع زبدة هكذا حبيباتي بدرجة حرارة الغرفة هكذا. راح نضيف معها كاس سكر كريستاليزي، سكر الحليب العادي. راح نخلطهم بالباتور بالسرعة الأولى، ما نزربوش الباتور نتاعنا باسكو راني هنا الفيديو راني نسرع فيه ما يجينيش طويل ويقلق. هنايا قلنا السرعة الأولى تاع الباتور. نخلطوا السكر والزبدة نتاعنا اللي راهم في زوج بدرجة حرارة الغرفة حتى ينسجموا هكذا. بعد ما خلطناهم راح نبداو نضيفوا في المكون الثالث اللي هو البيض، ودائما يكون بدرجة حرارة الغرفة. راح نضيفوا بالبيضة البنات، نحطوا بيضة ونخلطوا بلا فيتاس الاولى مدة ثواني برك، ما نشحي نخلطوا بزاف. هنا راح نضيفوا البيضة الثانية دائما بنفس الطريقة السرعة الأولى ونخلطوا ثواني. هنا البيضة الثالثة هكذا حبيباتي، ونزيد ونكملوا البيضة الرابعة. شوفوا يعني الخليط نتاعنا راهو بدا يولي الشكل تاعو شغل ابيض هكذا حبيباتي. ما نطلعوهش بزاف، مده 2 دقائق كي نلموا كل شيء نلقاوه مده 2 دقائق ولا 3. هنا راح نضيف مغرف تاع لافاني، وراح نضيف معاها كاس غير ربع تاع الحليب هكذا البنات، ونخلط مدة قصيرة تاع 20 ثانية 30 ثانية ما نزيدش. راح نضيفوا هنا دوكا النواشف، نجيبوا الفرينة نتاعنا ديجا كنا غربناها الله ونبدا نضيفوا فيها. نحتاجوا 2 كيسان تاع الفرينة. هنايا البنات انا قاعده نضيف الفرينه وتولهت باللي نسيت الرشه تاع الملح اللي هي حاجه مهمه باش ما تجيش الكيكه تاعنا صامته. نكمل الكاس تاعي الاول تاع الفرينه كيما راكم تلاحظوا حبيباتي، والخليط نتاعنا راهو طالق روحو. نبدا بالكاس الثاني هكا بالتدريج. هنا بعد ما حطيت النص نتاع الكاس الثاني راح نضيف الكميه كامله تاع الكاس هكذا، وراح نحط عليها الخميره الكيميائيه الخاصه بالحلويات، خميره الكاطو كما راكم تشوفوا انا نستعمل نواره. هنا عندنا مغرفه ونص، والمغرف تاعنا راهي مشوشه يعني معمره هكذا. راح ندخل الفرينه هذيك دائما بالسرعه الاولى تاع الباتور، ما نسحقش السرعه تكون كبيره بزاف هكذا البنات. حبيتها تنسجم ما نحوسش عليها تطلع بزاف. هاي ليكم شوفوا كيفاش القوام باش كي تشوفوه السما تفهموا وين لازمكم تحبسوا. هاو ليكم حبيباتي القوام تاعنا، شوفوا شفتوا كيفاش جات طالقه روحها، ماهيش شايحه باه ما تجيناش من بعد الكيكه تاعنا الداخل تجينا كما نقولوا حنا معجنه هكذا. راح نقسم الكميه هذيك تاع العجين تاعي تاع الكيكه على 2، وراح نجيب مغرف تاع الماكله تاع الكاكاو، لازم يكون النوعيه المليحه. راح نغربلها ونحطها في الكميه اللي قسمتها، نخلي كميه نورمال وكميه الاخرى ندير لها الكاكاو هكذا فوالا. ونبدا نخلط فيها وباش تنسجم لي مع بعضها ليه كلش. راح هنايا البنات نضيف مغرفه تاع الحليب هكذا، راح نضيف مغرفه تاع الحليب باش تسهل عليا العمليه تاع اللي تنسجم المكونات مع بعضها. داك الكاكاو باه يدخل لي مليح في فوالا في العجينه نتاعي هكذا. بعد ما وجدتهم راح نحط المكونين في زوج، اللي فيه الشوكولا اللي فيه الكاكاو بلوتو، والاخر راح نحطهم في دي بوشادوي هكذا. راح نفرغهم نوجدهم ونحطهم اكوتي باش نبدا نخدم الكيكه تاعي هكذا. انا جبت المول هذا راح ندير فيه فرشته بالبابي كويسون بالطريقه هذه اللي راكم تشوفوا فيها. راح نبدا نحط في الكيكه تاعي بالطريقه هذه. راح نخلط ندير مزيج
هكذا البنات نورمالمون كون فهمتوني، نحط طبقه بيضاء ونخالفهم مع بعضاهم هكذا. نزيد نحط من الطبقه البيضاء هكذا، نخالف الطبقات هكذا. نزيد نكمل حتى نخلص الكميه كامله تاع الخليط نتاعي. فوالا هكذا بالطريقه هاد العمليه هذه راح تخرج لنا من بعد واحد الشكل في الكيكه تاعنا يكون باهي، يجي ما شاء الله يجي تحفه هكذا. وانتي المول اللي تحبي ديريه انتي، كل واحد واش يخير. انا خيرت المول هذا، وانتي تحبي عندك مول كاري، عندك مول غون يجي مدور، يا با دو بروبليم هكذا. بعد ما خلصت الكميه كامله كيما راكم تشوفوا حبيباتي، انا هنا راح ندير بالفرشيطه، برك عندي فرشيطه صغيره، راح نخلط خلط عشوائي هكذا باش ينسجموني اللونين في زوج هكذا. وندخلها للفرن اللي كنت ديجا شعلته على 180 درجه مده 45 دقيقه البنات. 45 دقيقه، 2 دقائق الاخرين نخليهم غير بتحمروها شويه هذيك التحميره برك. هنا جبت ذوبت الشوكولا تاعي 125 غرام تاع الشوكولا، ذوبتها في لو بان ماغي، وجبت نص فنجان تاع حليب سخون، وحطيت شويه تاع الزبده وخلطتهم مع بعضهم هكذا. شوفوا القوام كيفاش ولات لي هذيك الشوكولا. وزدت حطيت لها مغرف تاع الشوكولا اتارتيني تاع الديريه باش بعد نديكوري بها برك. هي نورمالمون شوفوا الكيكه هي هكا بعد ما طابت راهي هكذا، تقدري تستعمليها نورمال عادي تاكلوها هكذا. بصح انا حبيت ندير بويسك ولادي صغيرين يحبوا الشوكولا، يحبوا هادو لي تروك هادو، قلت ندير حاجه سامبل وعلاش لا. بصح انتي الديكور كيما تحبي. شوفوا الله يبارك الكيكه تاعنا كيفاش جات ما شاء الله. يعني الدور تاعها شفتوا لاسيات هذيك تاع الغرفيه تاع الحليبه كي تحطيها عليها وتقصيها تجي هكذاك. هنايا حطيت لها الشوكولا من فوق، وزدت درت شويه مكسرات، كان عندي شويه كاوكاو شويه جوز مخلطين مع بعضهم. انتيا واش تحبي ديري هذيك الحلوه تاع لي كولور على جالت وليدات. قلت لكم هذه كيكه تاع كل يوم يا البنات، والله تعودوا يعني يعود ادمان عندكم. شوفوا كيفاش جات تشهي، جات ما شاء الله، يعني ناجحه 100%. وصفه يعني جربيها وعاودوا بعثوا لي في التعليقات حبيباتي. شوفوا كيفاش جات ما شاء الله. هاي ليكم الكيكه تاعنا كيفاش راهي شيشه خفيفه من داخل، طلعت الله يبارك. هنايا راني بديت نقسم فيها معاكم باش تشوفوها كيفاش جات. شوفوا الالوان الداخل كيفاه هكذا. راح نقسم معكم مورسو. لاحظوا البرك الموس كيفاش دخل يجري تالمون، جات خفيفه، جات هشيشه لدرجه ما تقدروش تصوروها. دوك نعتها لكم كي نحطها. شوفوا المورسو كيفاش جا كيما تاع لا باتيسري. شوفوا الله يبارك. هنايا انا حطيتها في صحن كبير تالمون هذاك لي سوطاس هذوك ما جاوني صغار عليهم. شوفوا البنات راح نقسمها امامكم. شوفوا كيفاش جات خفيفه لداخل، جات الله يبارك علامه. شوفوا حبيباتي كيفاش جات طلقه روحها وهشيشه لداخل، يعني جات ما شاء الله. كانت هذه الوصفه تاعي تاع نهار اليوم، كيكه تاع كل يوم. نتمنى تكون نالت اعجابكم، عطيتها لكم بكل اسرارها. ما بقى عليا غير نقول لكم حبيباتي تهلاو في رواحكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.